بسم الله. الداتا طيب مبدئيا كده يا غالي، قبل ما نتكلم في اي حاجه فلازم تعمل حسابك ان انت في الفيديو ده هتحفظ شويه حاجات لازم تحفظها. شوف انت بتحفظ ازاي، هات ورقه مثلا ولا حاجه وحاول تحفظ معايا. ده طبعا الفهم لابد منه، انت كده كده هتفهم ان شاء الله، بس في حاجات لازم تكتبها في ورقه عشان تحفظها. الداتا طيب انواع البيانات. يعني ايه انواع البيانات ويعني ايه بيانات اصلا؟ بص يا غالي، في الفيديو الاولاني قلنا ان احنا في 6 حاجات رئيسيه الكمبيوتر بيعرف يعملها. لو تفتكر قلنا ان من ضمنهم التخزين، فمعنى كده ان الكمبيوتر ده احنا بنقدر نخزن جواه حاجات. وقلنا ان مش بيخزن اي حاجه، لا، هو الحاجات اللي بيخزنها هي داتا، يعني بنخزن جواه بيانات. البيانات دي انواع وانواع معينه بيفهمها الكمبيوتر، مش اي نوع بيفهم. فلازم تعرف ان الكمبيوتر مش بيفهم البيانات كلها على نوع واحد، لا، هو بيفهمهم انواع. يعني بيفهم منك الكلمه اللي هي الجمله اللي انت بتكتبها، ده نوع بيانات لوحده. بيفهم منك مثلا الارقام، ده نوع بيانات لوحده. كمان بيفهم منك الارقام الصحيحه نوع والارقام الكسريه نوع. انت فاهم؟ يعني لازم تبقى دقيق في المعلومه بتاعتك معاه. خلينا افهمك الدنيا ماشيه ازاي بمثال بسيط، ركز معايا. دلوقتي احنا عندنا مخزن، والمخزن ده مخزن ملابس، وفي كذا نوع من الملابس. مثلا في تيشيرتات، في بناطيل، في كوتشات، في كابات. تمام؟ لو انت عاوز تخزن الحاجات دي في المخزن بتاعك، هل هتجيبهم كلهم الكوتشات على كل ده وتروح راميهم مره واحده؟ هو ينفع، ما قلناش مش هينفع، بس انت في وقت زي ده لما تيجي تدور على التيشيرت المعين او تدور على البنطلون المعين، فانت هيحصل عندك لخبطه. فالاصح اللي بنعمله ان احنا بنحط كل حاجه لوحدها. بتلاقي مثلا زي رف كده، جزء فيه التيشيرتات، جزء فيه البناطيل، جزء فيه مثلا الكوتشات، وهكذا. نفس الموضوع بيحصل معنا بالظبط في البي سي. في مخزن جوه، والمخزن ده بيتقسم، بياخد كل نوع لوحده، بياخد كل نوع لوحده عشان يقدر يستخدمه زي ما هو عايز، وطريقة الوصول ليه تكون سهلة. ومساح كل نوع بياخد مساحة معينة. تعالى بقى هقول لك ايه انواع البيانات بتاعتنا وهعرفهم لك واحدة واحدة. اولا احنا عندنا 6 انواع رئيسية، ال6 انواع دول انا مش عايزك تعرف اكتر منهم دلوقتي. في تاني، اكيد في تاني، بس هتعرفهم في مراحل متقدمة. انا مش عايزك تعرف حاليا اكتر من ال6 انواع دول. مبدئيا اول نوع معانا وهو انتجر. ركز في الكلمة انتجر، وكلمة انتجر معناها رقم صحيح. فمن اسمه ان الداتا تايب ده بنخزن جواه ارقام صحيحة. وارقام صحيحة يعني 0 1 2 3 4، كل الارقام الموجبة وكل الارقام السالبة، -1 -2 -3. ما ينفعش ان نخزن جواه رقم كسري، يعني ما ينفعش اجي اقول له 2.5، ده مش انتجر. هيقول لك لا، 2.5 ده مش عندي، انا اشوف لك نوع تاني. وعشان نخزن النوع ده جوه عندنا، فده بياخد مساحة. السايز بتاعه عشان نخزنه ده بياخد من 2 ل4 بايت. ما تتعمقش، ممكن تحفظها حاليا وهتفهمها قدام. بنكتبها ازاي؟ بنكتبها ANT small، ان احنا بنكتب كلمة انت بس. بنكتب انت ونخزن الحاجة. طبعا هعلمك ازاي بنخزن قدام، انا بس عايزك دلوقتي تفهم ان في انواع بيانات وكل نوع وظيفته ايه وبياخد ايه والفرق بينهم. بس لو طلعت من الفيديو ده فاهم بس 20%، فانت تفهم الباقي قدام. نيجي بقى لتاني نوع معانا وهو الفلوت. باختصار في الانت قلت لك ان احنا بنشيل ارقام صحيحه وما ينفعش نشيل ارقام كسريه. الارقام الكسريه بنحطها في الفلوت. الفلوت بقى هو ابو الارقام الكسريه، هو اللي نحط فيه ارقام كسريه. تمام؟ وحجمه 4 بايت، السايز بتاعه 4 بايت. اكتبه في لغه سي بلس بلس نفس الكلمه فلوت، بس اول حرف سمول. ونيجي لثالث نوع معانا وهو الدبل. والدبل ده بياخد ارقام كسريه برضه. تقول الله، طب والفلوت نعمل ايه دلوقتي؟ هما الاتنين في فرق بينهم بسيط خالص، هفهمه لك. بص دلوقتي لو انا كتبت لك 2.5، الرقم اللي ظاهر قدامك ده نوعه ايه؟ هتقول لي فلوت. طب الرقم التاني نوعه ايه؟ فلوت. تالت نوعه ايه؟ فلوت. اقول لك انا بقى شوف لي الفرق بين دول، ده رقم كسري وده رقم كسري وده رقم كسري، في حاجه بينهم؟ في حاجة مختلفة بينهم؟ في. لو بصينا على الرقم الأولاني هنلاقي إن بعد البوينت في رقم، والرقم التاني فهي 5 بوينت بعدها 3 أرقام، وفي الرقم التالت معانا 12 بوينت 6 أرقام. عدد الخانات هنا 6. باختصار الدبل بياخد عدد خانات أكتر من الفلوت. يعني الفلوت بياخد مننا الرقم اللي هيظهر قدامك دلوقتي، انا مش هقوله طبعا، عدد الخانات اللي هيظهر قدامك دلوقتي. والدبل بياخد منك عدد الخانات برضو اللي هيظهر دلوقتي. ده سؤال ان شاء الله، يعني لو انت مستواك اتطور خالص بتشتغل في حاجات غشيمه هتلاقي الكلام ده، اللي هو ده في انترفيو مايكروسوفت مثلا، انت فاهمني؟ حاجه زي كده. ولو قلنا ان الفلوت بياخد 4 بايت من المساحه، فالدبل هو ضعفه، بياخد 8 بايت من المساحه. وبرضه بنكتبها هي الكلمه مع اول حرف بيكون اسمه. النوع الرابع معانا وده مهم جدا،
وده اسمه بوليان. وبوليان اسمه كده عشان العالم اللي اخترعه اسمه جورج بول. عالم جورج بول ده الله يحرقه هو عالم الرياضيات اخترع لنا الجبر المنطقي. الجبر المنطقي هو حاجة بتتمثل في العمليات المنطقية بصحيتها وخطأها، ان احنا نقول ده صح ولا خطأ، ترو ولا فولس. فده ما بيشيلش الا صفر وواحد، صفر وواحد، ترو وفولس بس. يعني على سبيل المثال لما بتدخل الباسورد بتاعك في اي ابلكيشن، فالبرمجة بتاخد الباسورد بتاعك ده وبتشوف هل الباسورد ده موجود. لو موجود بنبعت لك ترو وبندخلك على البرنامج. لو الباسورد غلط فبنبعت لك رسالة تحذير ان الباسورد غلط وهي فولس. وبنفهم ده ان ترو معناها واحد وفولس معناها زيرو. هو بياخد القيمتين دول بس، وبنكتبه بول BOOL. السايز بتاعه 1 بايت بس كده. النوع الخامس معانا بقى وهو تشار. وتشار دي اختصار لكلمة كاركتر. كاركتر يعني حرف، يعني من اسمه ان انا بخزن جواه حرف. او هنبتدي ندخل في الكلام دلوقتي. ده نوع بيانات داتا تايب بنخزن جواه حرف. تقول لي حرف او كلمة؟ لا، هو حرف واحد. ما ينفعش تخزن جواه كلمة، ما ينفعش نخزن جواه اكتر من حرف. تحط جواه حرف الاي، حرف البي، حرف السي. اهم حاجة تحطه بين سنجل كوتيشن. سنجل كوتيشن هو علامتين التنصيص، اللي هي علامة تنصيص هنا وعلامة تنصيص هنا. على فكرة انت لو كتبت له رقم 5 جوه علامتين التنصيص هو هيفهم ان الخمسة دي نص، هيطبعها لك على اساس ان هي نص مش رقم. لو عملت له اي علامة جوه هيفهم لك ان دي نص. بس المهم تكون علامة واحدة بس، تكونش اكتر من كده. ببساطة كده عشان تفهمها اكتر، لو جينا قلنا له اجمع لي 2 كاركتر، اول واحد 5 اجمعه على تاني كاركتر بيساوي 5، فالداتا تايب يروح واقف كده يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة 55 بالظبط. عندوش تفاهم عشان ده مش رقم عشان أعمل لك عليه عملية حسابية، لا ده كاركتر فادمجه. والسايز بتاعه برضه مش كبير، بياخد حجم من الذكاء عندنا 1 بايت زيه زي البوليان. وبنكتب كلمة تشار في لغة C++ عشان نفهمه الداتا تايب دي. نيجي بقى لآخر نوع معانا عشان عارف انك ربما زهقت من الفيديو. واخر نوع معانا هو string. كلمة string معناها خيط، تمام؟ وخيط انت بتعرف تعمل بيه عقد، بتعرف تعمل بيه سلسلة، تعرف تعمل بيه اي حاجة، تمام؟ بس ركز في انك تعرف تعمل بيه عقد ونور مثلا. حلو. قلنا ان التشار بياخد حرف، بياخد حرف واحد بس. السترنج بقى هو سلسلة من الحروف، سلسلة من الحروف بياخد أكتر من حرف. يعني تفتح سترينج تحط جواه قصة حياتك، تحط كلمة، تحط جملة، تحط حرف. لو حطيت جواه سبيس هيحسبها لك كاركتر، انت فاهم؟ وفي الآخر بيطبع لك السترينج كله. فاكر لما قلت لك الكاركتر بنحطه جوه سنجل كوتيشن؟ في السترينج احنا بنحطه جوه دبل كوتيشن، ودي عشان تجيبها بتدوس على شيفت حرف الطه في الكيبورد. فاكر لما كنا بنكتب كلمة سي اوت هالو؟ ساعتها احنا كان لازم نحط كلمة هالو جوه دبل كوتيشن عشان نفهم الجهاز ان دي نص مش كلمة تبع اللغة. طبعا انت مستنيني اقول لك السايز بتاعه؟ لا، السترينج ملوش سايز. ازاي؟ عشان هو مش عارف كم التشار اللي انت هتحطها جواه، فبالتالي هو بيحسب كده يقول لك والله انت دخلت لي كلمة احمد، كلمة احمد دي كم حرف؟ والكلمة أحمد 5 حروف. يقول لك بس أنا هديها سايز معرفت أنا بقى، ما أنا مش هدي كلمة سايز زي كلمة بروجرامر، مش هدي كلمة أحمد زي كلمة محمد أحمد، مش منطقي. وهو بيحط سايز بنفسه وبنكتبها string string. وهنفهم كل ده في فيديو المتغيرات الفيديو الجاي. بس لحد دلوقتي انا مش عايزك تعرف اكتر من كده، عايزك بس تفهم. انت لو فهمت بس ان احنا عندنا انواع داتا تايب كده 100 فل، مش محتاج منك حاجة تاني وبس كده. اشوفك الفيديو الجاي في المتغيرات.